سلام، صحة رمضانكم. مرحبا بكم على قناتنا. نتمنى تكونوا كامل بخير، صحة فطوركم، صحة شربتكم، صيام مقبول وصيامكم ان شاء الله في الجنة يا رب. فيديو تاع اليوم نشارك فيه الاطباق اللي حضرتها لتاني يوم رمضان. هنايا كانت قعدت لي الشوربة وقعدت لي المتوم اللي كنت حضرته في اول يوم. حضرت غير طبق سهل وخفيف، هو رولي تاع الدجاج، وحضرت معاه الكبده المشرمله. درت كبده تاع الدجاج مشرمله كما قلت لكم. كانت قاعد لي الجواز وقعدت لي الشوربه. درت غير اطباق خفيفه باش ما يقعدليش الماكله. بلا ما نطول عليكم نجوزو الوصفه اللي حضرتها لها اليوم، وهي وصفه الرولي تاع الدجاج. باش نحضروا هاد الوصفه نسحقوا صدر دجاج مرحي، لحم مرحي، الزيت، السمن، لا موطارد، شامبينيون، سنينة توم، ربع حبة بيض، حبة بصل مرحية، الملح، لي زيبيس نسحقوا الكيري، الكركم، راس الحانوت، فلفل الكحل وثوم مرحي، بصل مرحي وزنجبيل، ونسحقوا لي زيرب فيجيتاريان، ونسحقوا وحده جامبو. ودوك نجوزو طريقة التحضير. هنايا كما راكم تشوفوا في طنجرة حكمت هذاك العظم تاع الصدر تاع الدجاج كي رحيتو، نديرو هكذا غير باش يطلق لي البنه في المرقه. ندير شويه سمن شويه زيت، كي يذوب السمن وتسخن الزيت نرمي الشامبينيون تاعنا هكذا باش يتقلها. كنت كما قلت لكم الشامبينيون كنت صفيته من الماء تاعو وشللته. هنايا نرمي لها شويه بصل ونحرك مليح. بعد ما تقلى البصل والشامبينيون هنايا نرمي لها شويه تاع لا موطارد هكذا باش تعطيني مذاق للمرقه تاعنا هذيك لاصوص. ونزيد نحط لها زوج سنينات توم، ولا تكون سنه تاع توم كبيره. من بعد نرمي لها هذوك التوابل كما قلت لكم. درت لها الكيري، بصل مرحي، الكركم، ثوم مرحي، راس الحانوت، فلفل الكحل، وزيت تابل تاع الفرماج هكذا باش يعطيني مذاق. ودرت لها ايبيس لي زيرب فيجيتاريان. هنايا من بعد نرمي لها الزيتون، بيان سور كنت شلته مليح 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 بالماء سخون. من بعد نبدا نمرق لاصوص تاعي كما راكم تشوفوا، ونخليها طيب في غردها. هنا نجوزو نحضروا هذاك اللحم مرحي والدجاج مرحي. واش ندير للدجاج؟ نحط اللحم. هنايا درت شويه بصل للحم وشويه بصل للدجاج. ندير زوج مغارف تاع لا شابلور. هنايا نكمل نحط هذوك التوابل كما قلت لكم، الكيري، الكركم، بصل مرحي، راس الحانوت، فلفل الكحل، وإيبيس هرب فيجيتاريان، وكركم ان شاء الله ما نكونش نسيت. هنايا درت مغرف تاع لا موطارد في الدجاج والمغرف لا موطارد للحم. هنايا ندير زوج حبات بيض الكل من اللحم مرحي والدجاج مرحي. من بعد نزيد لهم درت لهم الملح، ونزيد لهم زوج سنينات توم يكونوا صغار للحم والدجاج. بعد ما حطينا كامل هذوك المكونات نخلط مليح الدجاج واللحم هكذا باش يدخلوا لي المكونات في بعضهم. كما راكم تشوفوا هنايا نحط الطبقه الاولانيه تاع الدجاج نمشيها مليح مليح مليح، ندير على شكل هكذاك شغل مربع، ونزيد نحط من فوقه اللحم، الطبقه تاع اللحم نمشيها كامل على هذيك الطبقه تاع الدجاج. كما راكم تشوفوا نسقم مليح هذاك اللحم. من بعد نزيد له الفرماج. هنايا درت الفرماج الطري. ماذا بكم ما تحطوش يكون بزاف طري باسكو كي يبدا يطيب يسيل. هنايا كملت مشيت كامل هذاك الفرماج، ونبدا نرولي الدجاج تاعي كما راكم تشوفوا. نديرو هكذايا شغل حربوش انبوده هكذايا كما راكم تشوفوا. نحكم مليح، نزير مليح على هذاك الحربوش هكذا باش ما يتفتحش. كما راكم تشوفوا نخدمو مليح 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 مليح. من بعد نغلق له مليح الجوانب، نديرو في ورق القصدير في البابي الومنيوم كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم لازم نغلقوا مليح الجوانب ديالو.
من بعد نحطو في السنيوه تاع الكوشه، نديرلو شويه ما سخون ونخليه يطيب. الرولي تاع الدجاج راهو طاب. كي نخرجوه من الكوشه نخلوه يبرد شويه هكذا باش يشد روحو. من بعد نحيلو هذاك البابي كويسون بابي الومنيوم. هنايا الحلبوش جاني شويه كبير نقسمو على زوج باش نقدر نقليه في المقله. في المقله ندير الزيت شويه زبده هكذا باش كي نقلي الرولي تاع الدجاج يعطيني ذوق، وزيد اللون تاعو يجي ذهبي، يجي دوغي، يجي شباب. اللمسه الاخيره تاعنا لهذيك لاصوص اللي نحطوها فوق الرولي نديروا لها لا كريم فريش باش تجينا لاصوص خفيفه والمذاق تاعها بنين. كما قلت لكم هذه الوصفه خفيفه وسهله. انا كانت قعدت لي الماكله قلت نحضر طبق خفيف سهل وزيد يحبوه وياكلوه ما يقعدش. هنايا بعد ما برد هذاك الرولي نبدا نقطع فيه هكذايا على اشكال، على شكل هكذايا دوائر حلقات. كما قلت لكم هذه الوصفه بزاف بنينه، الاطفال ولا الكبار يحبوها وسهله. هنايا بعد ما قطعت هذاك الرولي تاع الدجاج ستفتو هكذايا في طبق التقديم. من بعد نبدا نسقي من الفوق هذيك لاصوص اللي كنت حضرتها اللي فيها الزيتون الشامبينيون والبصل وهذوك الكامل هذوك التوابل اللي حطيتهم. وهنايا نبدا نديرلو من الفوق فرماج غابي كما راكم تشوفوا. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، وصفه خفيفه سهله نتمنى تجربوها والمذاق بنين. هذه هي المائده تاعنا تاع الفطور، مائده بسيطة كأي عائلة جزائرية. الموائد تاع رمضان يكونوا عامرين إن شاء الله يا ربي. هذا رمضان يدخل علينا بالخير والرباح. أنا ما بقى لي غير نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم. نتلاقاو في وصفات جديدة وأطباق جديدة. سلام.